اني لما بجرح في اللي قدامي الطرف التاني ما بيسكتش، فبيبتدي يعمل ايه؟ يقلب عليا الترابيزه، يبتدي يقول لي طب ما انت عملتي واحد اتنين تلاته، او شوفي نفسك الاول انت عملت ايه. ندخل احنا الاتنين في ان هو يقول لها طب ما انت، وهي تقول له طب ما انت، ونبتدي نرمي على بعض الاتهامات ونشيل بعض الليله كلها ان الشخص التاني او الطرف التاني هو السبب في كل اللخبطه اللي حاصله في جوازنا. وخدوا بقى ان في المرحله دي كمان بنبتدي نقول لبعض كلام اصلا ما بيتنسيش، يعني حتى لو بعدين حسينا ان احنا هدينا وبدانا نحل الموضوع، لا هو احنا اصلا بنقول لبعض كلام ما بينفعش عليه انا اسف وما تزعليش والكلام ده. تالت حفره بنقع فيها هي اني اتسحب من الحوار، او الطرف التاني يقول خلاص انا مش هتكلم، او خلاص انت ما بقاش فيه فايده فيكي، ونقفل الموضوع على انه مفيش حد فينا عايز يتكلم مع التاني، ويتقفل على زعل وعلى كلام ما يتنسيش، وان كل واحد فينا شايف التاني مش كفايه وما بيحبوش اصلا. والحلول بتاعت دي بسيطه جدا، ان احنا نبتدي نقتنع انه مش لازم يكون في حد فينا غلطان، مش لازم يكون